السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نتكلم في اي حاجة ونبدأ، يا ريت تصلوا على النبي في الكومنتات، واللي ما عملش اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. النهارده يا جماعة هنتكلم عن الفراخ البلدي. الفراخ البلدي البيور، ما هيش عجين. زي ما حضراتكم شايفين كده في الفيديو، دي فراخ بلدي بيور. شوية حاجة كده لازم نعرفها عشان تطلع الفرخة معاك كويسة لحد ما تبيض او تبشر بالبيض. لازم المكان يكون كويس، التهوية فيه تكون كويسة، لازم المكان يتنضف باستمرار، ولازم المكان يكون واسع عليهم، لان الفرخ البلدي بيحب يتحرك كتير، بياخد راحته في الحركة. دي بيساعد اكتر على النمو، بخلاف الفرخة البيضاء. الفرخة البيضاء عايزة اكل ومية على طول قدامها بس ما بتتحركش، انما الفراخ البلدي بتحب تتحرك كتير، فلازم المكان يكون واسع عليهم، ولازم يكون تدفئة كويسة خاصة في فصل الشتاء اللي احنا فيه. دي بيساعد اكتر على النمو، وبيديك انتاج اكتر، وبيحافظ على الفرخ ان هو يكبر بصورة منتظمة. وان شاء الله باذن الله احنا مع بعض هنتكلم في كل حاجه تخص الفراخ او البط او اي طيور في البيت. ربنا يبارك في كل واحد اللي عنده يا رب. وافضل حاجه انك لو بتربي على السطح، لازم يكون الفرخ بيتعرض للشمس. دي حاجه كويسه جدا برضه. الفرخ الصغير عامل زي الطفل الصغير بالظبط، لما بيتعرض للشمس بياخد كالسيوم، بيستفاد من الشمس بالكالسيوم، وده بتساعد برضه في نمو الفرخ بصوره طبيعيه ومنتظمه. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.